من أهم المشاريع اللي موجودة النهاردة في التجمع الخامس شركة ميك بليس بتطرح مشروعها ريديوم ونسبة إنشاءات أكتر من 40%. ودايماً بحاول أقدم للعميل المشروعات اللي تشغيلها هيكون تشغيل سريع، لأن دايماً اشتراطات التجاري بتكون إن لازم المحل بتاع حضرتك أو العيادة بتاعت حضرتك أو المكتب تبقى موجودة في منطقة وفي لوكيشن الكتلة السكنية فيه كبيرة جدا، ويبقى اللوكيشن بتاعه مميز وتفاصيل المول نفسه مميز. احنا النهارده موجودين في مشروع ريديوم. مشروع ريديوم موجود على محور يوسف السباعي، موجود على محور شمال الرحاب. يعني عايز اقول لحضرتك ان انت في لوكيشن رهيب. انا قدام مني بوابه 23 الرحاب، يعني كتله سكنيه كبيره جدا. في ظهر مشروع ريديوم على طول تبقى اكتر من كومباوند سكني. عندي منطقه القرنفل هايتس كلها، عندي ماونتن فيو 1 ماونتن فيو 2، عندي منطقه النائب العام بكل الكتله السكنيه، ده غير الرحاب. فكده من اهم الشروط لتشغيل العياده او المكتب او المحل بقت موجوده. بيتبقى المطور بسابقه اعماله باكتر من 10 مشروعات. شركه ميك بليس سلمت اكتر من 6-7 مشاريع، منهم مشاريع شغاله والناس بتزورها دلوقتي، وبنشوف المستوى اللي المشاريع دي موجوده فيه بقالها مده. اشهرهم اجورا وكلاود 9، ودي من المشاريع اللي شغاله من زمان. شركه الاداره والتشغيل اللي موجوده في المشروع ده تبقى شركه يو اف ام. الشركه دي دايما بتدخل المولات بالعلامات التجاريه اللي معاها. فلما بقدم لحضرتك مشروع في قلب التجمع بنسبه انشاءات وتسليم بعد 2.5 سنين، ده بيخلي حضرتك مطمن ان المطور بيبني وهيسلم في المواعيد، والمنطقه السكنيه الكبيره ديت المشروع ده هيخدم عليها بالكامل. عرض الواجهه للمشروع 240 متر. اسعار المحلات بتبتدي معايا من اول 14 مليون، واسعار العيادات بتبتدي معايا من 3.5 مليون، واسعار المكاتب بتبتدي معايا من اول 6 مليون. كل ده 15% والبيع على 5 سنين، 20% والبيع على 6 سنين، وتسليم حضرتك بعد 2.5 سنين مع مطور عنده سابقة أعمال ومطور معروف وعنده أكتر من مشروع النهارده في التجمع بيتبنوا. سيب رقم تليفونك، أكبر فريق مبيعات موجود داخل التجمع الخامس هيشرح لحضرتك كل التفاصيل الخاصة بمشروع ريديوم اللي قدام الرحاب، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ودايما أنزل وأقدم للعميل المشروعات اللي بتشتغل، المطورين اللي بيبنوا، المشروعات اللي فعلا من وقت الاستلام التشغيل مضمون، ونبقى فعلا بنحط فلوسنا في مشاريع تستاهل. شكرا جدا ليكم.